سيدنا إدريس كان من أنشط الأنبياء، كان مجتهد جدا في إنه يفكر الناس بربنا دايما، وكان دايما يفكرهم بالصح والغلط. ما كانش بيسيب أي حد خالص غيره يعلمه عمل الخير. نزل أمر من الله سبحانه وتعالى إلى ملك الموت عليه السلام بأنه يقبض روح سيدنا إدريس عليه السلام في السماء الرابعة. ونزل ملك الموت ورفع إدريس عليه السلام بجناحيه إلى السماء. بعد ما سيدنا إدريس مات فضل الناس بعده يعبدوا ربنا بس، وكلهم مؤمنين بربنا. ممكن يعملوا ذنوب بس بيرجعوا يستغفروا ربنا، وكلهم عارفين إنهم بيعبدوا ربنا بس، ومحدش كان بيعبد غير ربنا.